ليه فيلم حملة فريزر هو كان أهم فيلم للثلاثي، أو بمعنى أصح لهشام ماجد وشيكو، لأن الفيلم ده كان أول فيلم ليهم بعد انفصالهم، الانفصال الشهير طبعا بتاعهم عن فهمي. وفي نفس السنة سبحان الله فهمي كان نازل بفيلم كلب بيقولها دي، وهم كانوا نازلين بفيلم حملة فريزر. فليه بقى ده كان أهم فيلم لشيكو وهشام ماجد؟ ما تيجي نشوف. فيلم حملة فريزر هو نزل سنة 2016 في موسم عيد الأضحى. وعلى فكرة الفيلم ده بالنسبة لي كل ما بيقدم حلاوته بتزيد أكتر. يعني أنا بالنسبة لي هو من أفضل الأعمال الكوميدية في الفترة الأخيرة. يعني حتى أنت لو الفيلم ده لما بيقدم واحدة واحدة بتقارنه مع الأعمال اللي بتتعمل دلوقتي هتلاقيه لا هو فارق بكتير عن الأعمال اللي بتتعمل دلوقتي. طيب نتكلم بقى عن قصة الفيلم. قصة الفيلم ممكن تعتبرها كليشيه شوية أو إلى حد ما مش جديدة، بس المهم بقى هنا مش في فكرة الفيلم ذات نفسها على قد ما هم عملوا إيه في الفيلم. يعني هم خدوا الفكرة ولعبوا فيها وطلعوها بشكل لذيذ جدا وجميل قوي. وعلى فكرة ده اللي نجح الفيلم وخلاه من أهم الأفلام الكوميدية في الفترة الأخيرة بالنسبة لي. طيب ليه بقى؟ أولا القصة بسيطة جدا، وهي إيه بقى القصة بتاعتنا بتاع الفيلم؟ إن أحوال مصر المناخية اتدهورت جدا. يعني طبعا معروف عن مناخ مصر اللي هو معتدل في الصيف وفي الشتاء بارد حاجة بسيطة، يعني معتدل في الصيف أو في الشتاء. بس طبعا هنا درجة الحرارة عندنا بتبقى تحت الصفر. طب إيه السبب ده بقى؟ بنعرف برضو من خلال اجتماع بعتذر اللي هو هشام ماجد مع المخابرات ان هم في مافيا كبيره مسيطره على العالم، معاها الجهاز ده بيتحكم في العالم، بيبقى عامل زي الكوبري بينقل الطقس من بلد لبلد. زي مثلا روسيا درجه الحراره فيها تحت الصفر، فالجهاز ده ياخد البروده من روسيا ينقلها لمصر، وياخد الجو المعتدل بتاع مصر ينقله لروسيا. وكان لازم هشام ماجد وبيومي فؤاد الضباط اللي هيقوموا بالمهمه او ايا كان رتبتهم مكلفين ان هم يروحوا يجيبوا الجهاز ده باي طريقه. طب هيجيبوا الجهاز ده ازاي بقى؟ عن طريق حيله كده، ان هم طالعين يصوروا فيلم سينمائي وهيزرعوا اجهزه تصنت للعصابه ويصوروهم صوت وصوره، ويبقى ده ادله عليهم وفي نفس الوقت ياخدوا الجهاز. طبعا كان انسب اختيار ليهم الفنان مديح البلبوسي. خلينا بقى نتكلم عن الشخصيات واحده واحده. خلينا نبدا من اول الشخصيات بتاعتنا الرئيسيه. طبعا هشام ماجد اول شخصيه اتقدمت في الفيلم. هشام ماجد في الشخصيه دي يعني تحس ان هو كان فيه يعني سن بجد شويه، لان هي شخصيه ضابط، بالتالي هو عمره ما عمل شخصيه الضابط دي قبل كده، فكان في سن بجد مع شويه هزار شويه. وعلى فكره ما تستغربش ان الابطال بتوع الفيلم بتوعنا بيعملوا افعال غريبه طول الفيلم. يعني الكوميديا بتاع الفيلم بتاعتنا هنا عبثيه شويه. ايوه هي الكوميديا عبثيه ناتجه من عبثيه المواقف ورد فعل الناس عليها. زي مثلا هشام ماجد عندنا سراج الدين بعتذر ان طول الفيلم ماسك السيجاره ببقه بس ماشي ومولعه، دي برضه كوميديا. يمكن دي مثلا كانت تريقه على الافلام، ان مثلا الضابط لازم يطلع بيشرب سجاير في الافلام. زي مثلا مسلسل كلبش كده، سليم الانصاري طول المسلسل كان حريق السجاير، لكن لا انا هطلع بالسيجاره بس مش هشربها. كانت حاجه مضحكه جدا وغريبه جدا عبثيه بقى. نيجي مثلا للممثل مديح البلبوسي اللي من اول ما تقدم تحس ان هو ممثل ولا الفنان الباتشينو، بس بيطلع ممثل ادوار ضعيفه جدا. يعني مش ما بيمثلش تمثيل عادي كده، لا ده بيمثل ادوار حيوانات، عالم الحيوان للاطفال. ده بيمثل شخصيات كرتونيه زي الدبدوب وقطه والكلاب وهي ماشيه. وشخصيه مديح عندنا هي الشخصيه اللي هي اكتر غباء في الفيلم بتاعنا، الشخصيه الغبيه اللي بتعمل مواقف عبثيه وغبيه. وطبعا الشخصيه دي الغبيه دي محتاجه رد فعل يعكس الضحك اللي جاي من الغباء بتاع الشخصيه بتاعت مديح البلبوسي اللي هو شيكو. فاضل مين عندنا تاني في الفيلم؟ فاضل احمد فتحي وفاضل مريان اللي هي كانت شغاله في العصابه. احمد فتحي على فكره ضحكني برضو في مشاهد كتير في الفيلم. اللي كان مضايقني بس الباروكه الغريبه اللي كان لابسها دي. والمشكله كمان الضحك بتاعه كان جاي منين؟ كان جاي اللي هو بيتكلم ايطالي باللهجه البورسعيدي. وبيومي فؤاد على فكره برضو كان كويس جدا طول الفيلم. تيجي بقى للشخصيه اللي انت مستنينا نتكلم عليها، وهي شخصيه تباهي. في الغالب الشخصيه النسائيه في اي فيلم كوميدي بتبقى الاضعف، او في الغالب احنا عارفين ان الجانب النسائي في الافلام الكوميدي ما بيبقاش طالع منه كوميديا حلوه قوي. انما حصل العكس تماما في الفيلم ده. شخصيه تباهي هنا غطت على كل النجوم، غطت كمان على شيكو وهشام ماجد اللي هم اصلا ابطال الفيلم. شخصيه تباهي دي انا بعتبرها كمان من افضل الشخصيات الكوميديه في الفتره الاخيره. مثلا في اخر 10 سنين كانت الشخصيه جميله جدا، بقول لك لدرجه ان هي خطفت الاضواء من كل الممثلين. واشهر طبعا جمله ليها: ما انت دافع بقى. ايه الحفله ايه؟ امسك ولا ايه؟ ما انت دافع بقى. ما انت دافع بقى تنزل كوميكسات دلوقتي. أيوة ما انت دافع بقى. اديني واحده ما انت دافع عشان كلنا بنحبها قوي. ما انت دافع بقى فعلا. فالصراحه اللي كان مبروز كمان شخصيه تباهي ومخليها بالجمال ده هي الكتابه. طبعا خفه وجمال ورقه نسرين امين والتلقائيه بتاعتها كانت لذيذه جدا، يعني هي علت الفيلم اكتر واكتر كمان. خلينا نتكلم شويه بقى عن اخراج الفيلم. اخراج الفيلم الصراحه فاجئنا الى حد كبير. الفيلم من اخراج المخرج سامح عبد العزيز اللي اخرج كباريه والفرح. يعني هو مخرج افلام كئيبه وتقيله ومهمه جدا، واخرج تقريبا كمان صرخه نمله. يعني كل افلامه بتتميز بالجديه وان هي افلام كده لها قضيه معينه. انه يخرج فيلم
فيلم زي ده وفعلا يعني يضحكني بالاخراج بتاعه، ففعلا كان مفاجاه كبيره بالنسبه لي. اكتر حاجه عجبتني في الاخراج هي المشاهد اللي اتصورت بره، هم فعلا سافروا ايطاليا بره حقيقي وصوروا مشاهد كانت جميله جدا. اللي ابهرني كمان مشهد النهايه بتاع الاعصار اللي هو هد الكوبري ده، طبعا اكيد هم استعانوا بعنصر اجنبي عشان ايه ينفذ الجرافيكس، بس كاخراج وكصوره طالعه من فيلم كوميدي الصراحه الاخراج ابهرني وكان مميز جدا، فالاخراج كان ممتاز الصراحه في الفيلم. وكمان اللي عجبني ان الاحداث كانت كل شويه بتتغير، يعني مفيش حاجه كانوا بيطولوا فيها قوي او مفيش مط كتير في الفيلم عشان ما تزهقش منه. يعني مثلا كل المشاهد اللي اتصورت في مصر هي نص ساعه، وبقيه الفيلم بمغامراته بحبشتكناته كلها متصوره بره، فدي كانت احسن حاجه. وكمان مفيش هري كتير في الفيلم، بيرمي الافيه ويكملوا على اللي بعد. على فكره الفيلم يعني فيه بعض الايحاءات كده، يعني هو مش كله ايحاءات طبعا، ايحاءات بسيطه كده، خلي بالك عشان لو هتتفرج عليه انت والعيله يعني. فالفيلم ده لذيذ خفيف لايت، يعني ينفع لسهره، يعني لو انت قاعد ومكتئب ومش عارف تسمع ايه ده فيلم مناسب لسهرتك ده لو انت ما سمعتش الفيلم ده يعني. واللي عجبني كمان في الفيلم ما كانش فيه مثلا فتره في الفيلم كانت فيها الكوميديا متركزه بشكل كبير واهملوا بقى الفيلم، لا يعني الفيلم كان على مستوى القصه، على مستوى تدرج الاحداث، على حتى مستوى توزيع الادوار كان ممتاز جدا. يعني في الفيلم فيه كل الابطال دي انا ما حسيتش ان في نجم واخد الادوار اكتر من نجم تاني، يعني ده حتى يا اخي بقول لك تباهي خدت الاضواء من الناس التانية عشان الادوار كانت متوزعه صح. عايز اقول حاجه كمان على الاخراج، ان الاخراج كمان كان صعب جدا، لان احنا هنا بنصور ان مصر درجه حرارتها تحت الصفر والدنيا بتمطر تلج، فدي حاجه صعبه جدا جدا جدا. وعلى فكره انا شفت كواليس التصوير وفعلا كانت صعبه. في الاخر الفيلم الكوميدي ما بيبقاش متطلب كل الجهد ده، وده طبعا المفهوم الخاطئ عندنا في مصر. الفيلم لازم تتعب فيه جدا طالما حلو، طالما في فكره حلوه يبقى لازم تتعب فيها كل عناصرها، سواء في الاخراج في الكتابه في التمثيل في كل حاجه، طالما الفكره ذات نفسها حلوه. وكمان فكره انك يعني جبت واحد هزلي زي مديح البلبوسي وتهاهي وطالع تعمل بيهم مهمه زي دي، فكان الموضوع غريب جدا. كمان عجبني ان لما بيومي فؤاد وهشام ماجد اللي هم طبعا المكلفين اللي هم يروحوا يجيبوا الجهاز الغريب اللي هناك ده، كانوا يعني لما كانوا بيعملوا اللي هم منتجين سينما ومخرجين، طبعا كان هشام ماجد عامل دور المخرج وبيومي فؤاد كان عامل المنتج على ما اتذكر، هم كان عندهم فكره سطحيه فشخ عن الاخراج او السينما عن السينما عموما. يعني تخيل ان هشام ماجد بيقول لبيومي فؤاد انا بصلي في نفس الجامع اللي بيصلي فيه حماده هلال، فبيومي فؤاد قال له لا احنا مش عايزين اكتر من كده، حماده هلال اصلا في الاصل مغني قبل ما يكون ممثل، فصباح الجمال يعني. وكمان السطحيه بتاعتهم بتتبرز اكتر في المشهد لما يقابلوا مديح ويتفقوا معاه عشان يمثل معاهم وكده، اللي هم فاكرين مثلا ان المخرج لازم يكون بيشرب خمره وبيحشش عشان يبقى مخرج وبيفهم سينما، وكمان المنتج لازم يبقى بتاع نسوان وخاربها يعني مع ان الموضوع مش كده خالص، او في الاغلب مش كده يعني. ففي الغالب فيلم حامد فريزر فيلم لذيذ وجميل جدا مش هتزهق منه، وارشحه لك جدا بشده. وبس وبكده هتكون الحلقه بتاعتنا النهارده خلصت، حلقه خفيفه جميله لذيذه، الفيلم لذيذ كده. وطبعا يعني انا مش عايز ازعلكم، انا عشان عارف ان انا بقصر وما بصورش كتير او ما بسجلش كتير بمعنى اصح، كنت بقى في امتحانات ودوشه كده، فهذه الحلقه دي اعتبروها تسخين كده على منزل بالتقيل. انا هنزل بمسلسل سكواد جيم الجزء الثاني احلله تحليل عميق، يعني استنوا حلقه من النار، دي حاجه كده خفيفه بصالحكم بيها. وبس كده، سلام. ما انت دافع بقى. ايوه ايوه